اهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه للكفته حلوه قوي. لا جريل ولا مشويه ولا اي حاجه من دي. النهارده هنعمل كفته الطاسه بخلطه كده وتحويج كده، بصراحه مخلياها تحفه تحفه تحفه. اول حاجه انا معايا دول 4 بصلات متوسطين الحجم. هعصر الميه بتاعته كويس قوي قوي قوي، واحتفظوا بالميه دي لان هي اساس وصفتي النهارده. هاخد التفل بتاع البصل كله وهعمل ايه، هحط عليه معلقتين صغيرين من الملح، والمعلقتين دول لكيلو من اللحمة المفرومة. لو هتعملي نص كيلو لحمة مفرومة يبقى هتحطي معلقة واحدة بس. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ولو هتعملي برضو نص كيلو يبقى نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هعمل ايه بقى، هدعك البصل مع الملح والفلفل دعكة محترمة. جبت هنا اللحمة بتاعتي انا جايباها لحمة ملبسة. تاني مرة هعجن، عجنت اول مرة البصل، تاني مرة هعجن اللحمة لحد ما الاقي الفتل والانسجة كلها اتفتحت معايا وبقت متماسكة بالشكل ده. نسيت اقول لكم، ضروري جدا جدا اشتغل باللحمه المفرومه وهي ساقعه قوي. ما اشتغلش بيها مثلا اول ما تجيلي من عند الجزار، لا، اشتغل بيها وهي ساقعه. يعني دي مثلا كانت في الفريزر عندي، طلعتها من بالليل حطيتها في التلاجة لتاني يوم اشتغلت بيها، كانت ساقعه جدا. كل لما الكفته تبقى ساقعه كل لما تبقى حلوه معاكي في الشغل وتساعدك وتخلي الكفته متماسكه. انا هصبع الكفته صوابع كده مكعبره، عارفين المكعبره؟ انا عايزاها النهارده مكعبره، عايزه الصباع تخين وقصير، اللي هو بحجم 4 صوابع ايدي، وده طوله قصير اهو وفي نفس الوقت تخين، عايزاه مدملك كده. تمام؟ ايه هدفك من كده يا شيماء؟ اهو هو هدف، هي الوصفه كده، هي الوصفه رسمه الكفته فيها بالشكل ده. تمام؟ ما تحاولوش بقى تغيروا، بالله عليكم بقى اعملوا زيك. انا نفسي ادوقكم بجد، يعني نفسي تدوقوا الجمال ده. يعني نفسي كل واحده في البيت تعمل الطريقه فتدوق الطعم اللي وصل لي في بقي. المهم، عجنت كل الكفته وصبعتها بالشكل ده، تحس ان هو مسطره كله مقاس واحد والله، ولا وزان ولا اي حاجه. المهم، نيجي بقى على البوتاجاز بتاعنا. جبت الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقتين 3 زيت ومعلقه سمنه كده بلدي حلو. عندك بلدي اوكي، ما عندكيش يعني المهم يعني تحطي سمنه وزيت مع بعض. تسخن الطاسه كويس جدا جدا جدا، والسمنه والزيت يقدحوا كويس قوي قوي قوي، وهبتدي ان انا ارص الكفته بتاعتي وصباع صباع كده. مش هكربس الطاسه. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا هحمر الكفته، يعني هديها لون من بره وهي من جوه انا عايزاها نيه، يعني هتبقى نيه من جوه، ده المطلوب. بديها زي صدمه وبحتفظ بالعصاره اللي جواها. وهوريكم العصاره جواها انا احتفظت بيها ازاي. تابعوني لاخر الفيديو. انا احتفظت بالعصاره اللي هي اهم حاجه في الكفته يا جماعه، دي لازم نحتفظ بيها. فانا مش هقلب ولا هاجي جنبها خالص، هسيبها مع نفسها. اول ما ابتدي احس ان هي اتلونت من تحت هبتدي ان انا اقلب بالراحه. لا تقعدي تقلبي كتير عشان ما تفكش منك ولا الكلام ده، لا، اعملي اسمعي كلامي وسيبيها شويه. طب احنا ما عندناش طاسه جرانيت ولا طاسه تيفال يا شيماء، ايه المشكله؟ طاسه المونيا، صينيه المونيا، اي حاجه يا جماعه، مفيش مشكله خالص. المهم ان انتوا تسيبوها تسخن كويس قوي قوي على النار، والماده الدهنيه تكون كويسه بالشكل ده، يعني تكون بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده؟ ببتدي ان انا اقلب بالكفته بالراحه بشويش بشويش كده، ولا هي بتلزق ولا اي حاجه، طالما نسبه الدسم كويسه والطاسه سخنه معايا مش هتلزق خالص، ما تخافوش. حلو الكلام. طيب اول ما تبتدي تاخد اللون بتاعي بالشكل ده، بديها كده لون من جميع النواحي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي ان انا اركنها على جنب. الكفته كده استوت؟ لا، ما استوتش. هي الكفته كده احمرت، خدت الوان من جميع الاتجاهات، بس من جوه لسه نيه. فانا بشيلها. طبعا النار يا جماعه عاليه معايا، دي اكبر عين في البوتاجاز، وعلى فكره النار عاليه، فخدوا بالكم، خليكم متابعين كويس. المهم هي خدت اللون الحلو فيها اللمعه الحلوه دي. ده اول طاسه. هنعمل طاسه تانية، وهي كمان بتلاقوا ان الموضوع سهل معاكم، وبدات تتدحرج كده، وبدحرجها في السمنه البلدي. مش قادره اقول لكم وانا بحكي اصلا جعت. احرجها كده في السمنه ولمعان الكفته حاجه وهم الوهم مش طبيعي. برضو بص، شايفين اللون يا جماعه حلو ازاي؟ هشيل بقى كل الكلام ده في الطبق، وهيبقى كده معايا الكفته كلها احمرت، وبقى معايا ايه؟ اتبقى معايا البهاريز. تسمعوا عن البهاريز؟ هي البهاريز دي. المهم جبت معلقه صغيره من صلصه الطماطم، ممكن بدلها بشر طماطمايه في المبشره كده او طماطميتين، يعني على حسب كميه الكفته اللي عندك. انا مش عايزه طبيخ، انا مش بطبخ، انا عايزه بشر طماطمايه، يعني لو هي صغيره كفايه، او الطماطم غاليه اصلا. المهم حطيت قرن صغير من الفلفل الاخضر الحراق،
ويا ريته يبقى حراق. لو انتم مش عايزينه حراق خلاص خلوه بارد. بعد ما حطيت الفلفل وشوحته شويه نزلت ببطل اليوم، ميه البصل. اوعوا تستهونوا بيها، ميه البصل دي اهم من اي بصي اساس الوصف، هي ملكه الوصفه النهارده. بسيب الكلام ده يغلي كده مع بعض، واحط بقى رشه ملح بسيطه خالص، هي كده كده متملحه الكفت، ورشه فلفل اسود. خدوا بالكم ما تحطوش اي بهارات يا جماعه، هتوديلكم الوصفه في حته تانية، ملح وفلفل اسود بس. بعد ما الصوص ده بقى غلي هرجع الكفته بقى. تعمل ايه الكفته؟ تشرب لي ميه البصل تاني وتبتدي تستوي من جوه. يبقى انا عملت ايه؟ انا اديت اللحمه الكفته بتاعتي اديتها صدمه، احتفظت بالعصاره. تستوي في ايه الكفته؟ في ميه البصل اللي هي ايه؟ اللي هي كلها سكريات، اللي هي هتطعم لي الكفته وهتخليها لي خطيره خطيره خطيره. بصوا بقى يا جماعه، بدحرج بقى الميه وبغطي الكفته دي 5 دقايق بس، هي مش هتغيب. 5 دقايق تشرب لي الميه، واقلب فيها واغطيها 5 دقايق كده تشرب كلها وتاخد اللمعه بتاعتها دي، وتكون هي كده خلصت معايا. واحدفوا الكفته دي من الدور العاشر، لو اتكسرت ولا متماسكه جدا جدا، وبقلب فيها براحتي ولا فكه ولا اي حاجه خالص. وانسوا بقى كفتة الحاتي واتفرجوا على الجمال. طبعا في ناس كتير هتقولي ممكن بقى يا شيماء تجيبي فحمايه وتحطيها هنا، عايزين تعملوا كده براحتكم، بس انا بصراحه ما كانش عندي فحم، وحتى لحد قال لي هي مش صحيه، حتى لو مش صحيه انا بحب الحركه دي. ماشي. بصوا بقى، شايفين جمال الكفته؟ ريحتها يعني اقول ايه ريحتها فظيعه، ريحتها طعمها خطير، من اجمل وصفات الكفته اللي ممكن تعملوها، واسرعها واسهلها واجملها، يعني وصفه متكامله. بصوا جمال يا جماعه، بجد بجد رهيبه رهيبه خطيره، يعني مش طبيعيه. شفتوا بقى انا ليه كنت مصبعها كده صغننه ومكعبره؟ عشان تديني الشكل ده في الاخر، انا حباها تبقى كده عشان يبقى هي مختلفه عن كفته الحاتي اللي احنا عارفينها. رشه بقدونس بقى من على الوش كده. والكفته يا جماعه ما الكفته دي تتاكل بجرجير، جربوها بالجرجير، مش خضره، لا. بصوا، بصوا يا جماعه، هاخد كده كام صباع. شوفوا بقى طريقتي انا كشيماء في اكل الكفته دي. بصوا، حطيت كده العيش البلدي ماشي، مع طبعا صوص الطحينه الرهيب، سلطه الطحينه عملتها معاكم كتير وكلكم طبعا عارفينها. وايه، ونلف الساندوتش وناكله. بس يعني حاجه كده من الاخر، بجد من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربوها. تمام كده. عايزه اوريكم بقى شكل الكفته والعصاره اللي انا قلت لكم انا احتفظت بيها، هوريها لكم دلوقتي. نجيب بقى صباع الكفته بتاعنا الصغير المكعبر ده ونفتحه كده مع بعض. خدوا بالكم، انا ما بحبش اللغوصه بس انا اسفه لازم اوريكم. بصوا، نتك على الكفته، شايفين العصاره طالعه ازاي يا جماعه؟ لو الكفته ما طلعتش عصاره كده اعرفوا ان انتم ما بتاكلوش كفته. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، كل المقادير مكتوبه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وهتوحشوني كتير كتير كتير. اي استفسار اي سؤال انا تحت امركم، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. مع الف سلامه.